يعني توصيديني بلاش يعني توصيديني. لا رايح من الاخير، العمل مختلف، ما اعتقد ذاك كوري جاب الكوري حقنا. بعد ما اتجوز عليها زوجها. يعني هم قالوا لك، انا مش هقول لك. عجيبين صراحة، عجيبين. أشكر الشركة وايد. انه انت مع الزوج الثاني؟ نيفر ايفر ابدا. مسلسل الحب بين السطور هو مسلسل موجود منه نسخة كوري من عام 2019. هل الاسم مقتبس من الاسم الثاني ولا العمل نفسه مقتبس؟ لا انا تفاجأت، بس انت الحين فاجأتيني اكثر. معناته الحين عرفتي اني انا متزوج ثنتين، وعرفتي تفاصيل المسلسل، معناته عارفه الحد. زين، معناته متزوج، معناته عارفه حدث المسلسل كله، معناته تعرفين تقدر تقولين هذا من الكوري ولا لا؟ انا ما ادري والله، ما عندي خبر، بس لا ما اعتقد انه اكيد تشابه اسماء. ما اعتقد انه يكون في تشابه في العمل الحدث. دام انت قلتي كوري، الشعب الكوري حق طبعا. خلينا شوية عن تفاصيل العمل الدرامي، عن شخصيتك، عن دورك في العمل، وانا هقول لك اذا هو مقتبس ولا لا. يعني توصيديني بلاش يعني توصيديني، تبين اقول لك هذا عشان تقولي لي لا انت قلت لا العمل لا رايح من الاخير، العمل مختلف، ما اعتقد ذاك كوري جاب الكوري حقنا. بيلعب شخصيه شوي مركبه وبشكلين يعني مختلفين، بيشوفوا مني وجهين مختلفين تماما، يعني بيشوفوا اي مع زوجتين مختلفين، بيشوفوا مني لا باسم متعود عليهم. والله العظيم لا والله، شوف الرجال مسكين غلبان وفقير، الظروف ضده، الظروف الاجتماعية، الظروف الاقتصادية، حتى القانون كقانون أصبح ضده. يا ويلك يعني إذا هديت مرتك وطلقتها راح معاه كله عشان شيء متمسك فيه وثنتين ما بيطلقهم. تروح الفلوس. هو العمل الاجتماعي عامة، امرأة ممكن تكون حالة كحال أي زوجة ثانية، تشوف من زوجها إساءة، تشوف من زوجها مثلا خيانة. فهنا المرأة تقرر إما أني أكون أنا قوية وأثبت في حالي، أو أني أهدم، أو أني أكون ضعيفة. بعد ما اتجوز عليها زوجها. يعني هم قالوا لك، أنا مش هقول لك. قالوا لك. يبقى هنا قررت اللي هي الشخصية اسمها لطيفة تكون قوية وما تنكسر لأن زوجها تزوج عليها، رغم أن أساء لها، ولكن بقت على أولادها، بنت أولادها، ما تركت أولادها نهائي ولا دمرتهم. فالحياة الزوجية لازم يكون فيها ميزان من صوب الأب والأم. من حقنا يكون عنده أطفال. الزوجة مش شايفة بيتها، مش شايفة حياتها، لا، يبي يشوف إنسانة تهتم فيه وتخاف عليه وتراعي مشاعره وتكون زوجة بمعنى الكلمة. فهذه جايبة الأولاد، هذه زينة مع هذا. زين ليش الغدر؟ هو الرجل يحب يتملك كل شيء ومغرور وعنده حب النفس بشكل مفرط، يعني زيادة عن اللزوم، وفي عنده صراع ما بين الخير والشر، حال أي إنسان. يعني كاتبتها أستاذة علياء الكاظمي، متناولة الشخصيات بشكل ذكي وبمشاعر ذكية، اللي هي تتكلم عن المشاعر الإنسانية الحقيقية. وجود شركات مثل هذه تدعم الفنان أو توقف معه، هذا الدعم اللي احنا نحتاجه كفنانين يعني. وإن شاء الله ترجع الكويت إلى الريادة في دعم الفن والفنانين، لأن في ساعات حملات ممنهجة صراحة بتشويه شكل الفن والفنانين، وهذا يعني أمر واضح وصريح. منيرة إنسانة مو متزوجة، تعاني من تنمر المجتمع، تعاني من تنمر أسرتها. مو بس المجتمع، المشكلة بعض المرات المجتمع ما يرحمك وأسرتك بعد ما ترحمك. دائما هذه الجملة حق كل البنات اللي ما يتزوجون: طافك قطار العمر. لا، ما طافها شيء. مو معناه إذا هي ما تزوجت معناه أن حياتها خلاص توقف تطوفها. فهذه المعاناة اللي قاعد تعانيها منيرة، بس لازم تتابعون عشان تشوفون منيرة شلون تتغلب على هذا التنمر. ولو سألتك عن التعاون بين شركة إبيز والشيخة أبرار الصباح. عجيبين صراحة، عجيبين. أشكر الشركة وايد. التعامل راقي 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 والله. يعني أنا أول مرة صراحة أتعامل معاهم، وإن شاء الله أنا أتمنى أنها ما تكون آخر مرة. دوري اسم شخصيتي جوا، هي البنت الوحيدة في العائلة،
اللي في البداية تكون دلوعة وعايشة حياتها ومستانسة وطبيعية وكل شيء، لما تحوشها صدمة عاطفية وصدمة أو خلينا نقول مشكلة مع أسرتها، لما خلاص تطخ وتركز وتهدى. دوري أنا حكون زوجة الفنان إبراهيم الحربي، بس الزوجة الثانية. الحلو بهذا الدور إنه عم يطلعني من الأدوار اللي أنا مثلتها أو الاتجاهات اللي أنا كنت روح فيها، فعم بيقدم الزوجة الثانية بطريقة مختلفة وبطريقة مو نمطية مثل قبل، مثل المتعارف عليه. يعني نفهم كده انه انت مع الزوج الثاني؟ never ever أبدا، مستحيل كمان نهائيا. دوري في المسلسل بشخصية قيس راح أكون مع الفنان إبراهيم الحربي، باسمة حمادة، علي كاكولي، شوق الهادي، غدير السبتي، مال حسيني. إن شاء الله ما أنسى يعني وايد فنانين معانا في المسلسل. المسلسل اجتماعي، أنا شخصيتي شوي لايت كوميدي فيها، ما بيحرق عليكم الشخصية أكثر، ولكن اللي حابه في المسلسل أن أغلب زملاء وزميلات لي في المجال الإعلامي كلهم حاضرين معي، فأحس أن ما أدري الجو وايد فاميليا وأسري. اللي أقدر أقوله عن زينة أن هي طيوبة وحبوبة وتحب أمها وايد، تمر تجربة حب، أمور من بعد هالتجربة تختلف أشياء وايد. شرفتونا نورتونا، والأنباء دائما هي فال نجاح بالنسبة لي، ولازم تزورني بكل مكان يعني أتفائل بوجود الأنباء وأتفائل بوجودكم وشرفتونا. بالنسبة حق العمل يعني أنا وعلياء هذا رابع عمل نشتغل فيه، علياء الكاظمي المؤلفة. كل الأسماء الموجودة تقريبا هم نجوم برا، فأنا بطلع هذا النجم سواء علي كاكولي، عبد الرضا، شوق الهادي، سعد باسمة، غدير السبتي، بيطلعهم بشكل مختلف، أخليهم يأدون تمثيلا وأدواتا، وهم أساتذة ولكن بطريقة مختلفة.